انا سالت واحد من العبادله من العلويين موجود بجده الان، وسالته عن نسب العلويين بحكم المغرب الان، قال نعم ابناء عمومتنا ونعرفهم ابا عن اب وخرجوا من ينبع. اي وين الدكتور دمير؟ الدكتور دمير تفضل اطلع معنا. دكتور دمير يطلب بس ما عنده شبكه. الدكتور دمير هي أنا والله الدكتور دمير عم طالعه، مشان ما تقولوا اني ما طالعه. دكتور بالعكس فخرنا ودكتورنا ونفتخر به يا رب. هل الدكتور دمير؟ الدكتور دمير جاك ابو الوليد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بالدكتور دمير. هلا بالدكتور. اهلا وسهلا بك. يلا حيو. تعي يتهموني يا دكتور، لحظه، تعي يتهمونا انه احنا قال تعال ننزلك بشان انت تكون شاهد. الشبكه ما عندك ان شاء الله. يا اخويا تفضل. اولا تحياتي ليك ولكل ضيوفك الكرام. وانا عندي حوالي ربع ساعه ولا 10 دقائق وانا في الاستماع. سمعتك قلت ربما خطأ ولا تخطيئا اشياء يعني زدتها على ما اقوله يا اخوي العزيز. تفضل. طيب انا درت حلقتين او خلينا نقول حلقه من جزئين فيما يخص النسب العلوي، هل شاهدتهما؟ شاهدت حلقه. تفضل دكتور. شاهدت الحلقه الاولى ولا الثانيه؟ هذه الاخيره ولا السابقه؟ الاولى اللي تتعلق بمحمد النفس الزكيه وابنه القاسم. لا احسنت. نعم. عندك عليها اعتراض الحلقه؟ يا ريت انت تعيد لنا مشان اقول لك الخطا وين. حيشاك من الخطا. هو دائما نقول دكتور دمير جل الذي لا يخطئ هو الله سبحانه وتعالى، ودائما انا شيء الانساب مش باختصاصي، ولكن الخطا الفادح لربما هو انك تكلمت انه عبد الله بن النفس الزكيه كان عاقرا. يا اخي انت شفت الحلقه ولا ما شفتهاش؟ تفضلوا من عندك. تفضل. انا قلت لك شفت الحلقه الاولى. انا قلت في الحلقه عبد الله بن النفس الزكيه كان عاقرا، لم اقل هذا على الاطلاق. تفضل. طيب انا يعني انت خرجت وكانك ضد الحلقه وانت ماكش يا اخي مش ضدها يا دكتور دمير، مش ضدها، احنا نريد المهم الان. تفضل دكتورنا. طيب المهم ما قيل في الحلقه هذيك. انا درت تحقيق حول النسب الاسره التي تحكم المملكه المغربيه، وجبت الشجره اللي هم يدعونها من موقع الرسمي لوزاره الشؤون الدينيه تاعهم، ومن الصوره التي يعلقها الملك شخصيا وراء ظهره في مجلسه، يعني الشجره الحقيقيه. ما جبتهاش من فوتوشوب ولا من مصدر فيسبوك، جبت الشجره التي هي معتمده عندهم في المملكه المغربيه. محمد السادس بن الحسن الثاني بن فلان بن فلان، خرجنا على النفس الزكيه. فحطيت هذه الشجره على جنب ورحت قرأت في كتب الأنساب الأصلية الحجازية القديمة التي تتعلق بالمدينة المنورة من الجيل الأول من آل البيت. عندنا علي بن أبي طالب وفاطمة جابوا الحسن، والحسن جاب الحسن، والحسن جاب عبد الله الكامل، وعبد الله الكامل جاب محمد النفس الزكية. محمد النفس الزكية لا يختلف أهل الأنساب عن أنه له عدة أولاد، ولكن النسل استمر من واحد فقط اسمه عبد الله الأشتر أو عبد الله الكابولي، الذي حينما وقعت معركة فخ هرب إدريس إلى المغرب، وهرب عبد الله الأشتر هذا ابن محمد النفس الزكية إلى كابل، ومن كابل استمر النسل الحسني من هذا فرع محمد النفس الزكية. هذه أنا ما قلتهاش من راسي، وإنما عرضت عليها مجموعة كتب معاصرة لمحمد النفس الزكية، ويعني زمانا ومكانا، من بينهم تلاميذ الإمام مالك بن أنس الذي كان صديق أسرة محمد النفس الزكية ومحيطه، من بينهم ابن الزبير بن العوام ولا أحد أحفاده. يعني هذا المصادر عالجت جيل من آل البيت، قالوا أن محمد النفس الزكية له عدة أبناء، لكن الخلفة الوحيدة كانت في ولد واحد اسمه عبد الله الأشتر. الملك تاع المملكة المغربية يقول أنا ابن القاسم ابن النفس الزكية، ومحمد النفس الزكية حتى وإن كان له قاسم فإنه بالإجماع ليس له ذرية.
هل عندك خلاف مع هذا؟ خلافك سيكون مع مصادر الكتب وليس مع محمد دومير لأني نقل. بالمناسبة المصادر إذا سمحت، المصادر حتى أنا أعطيك أبناء محمد النفس الزكية. لحظة إذا سمحت، الآن احنا نريد المصادر، لأني أنا إذا بدي أعطيك مصادر أبناء محمد بن النفس الزكية راح أبلش لك من تعرف أنت محمد بن عبد الله بن الكامل بن الحسن المثنى بن حسن بن علي بن أبي طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب، آسف، فهمت علي؟ بن هشام، هذا أعطيك حتى أبنائه ومتى توفوا ومتى ومن هو وشنتهم أولاد. يعني أنه أنت حاب تقول أنه يوجد لمحمد النفس الزكية ذرية من غير، شكرا مون يعطيك الصحة، حاب تقول أنه له ذرية من غير ابنه عبد الله الكابولي أو الأسطى؟ أكيد. طيب قول لنا أخوي، قول لنا. أنا أعطيك بس أريد مصادرك دكتور، أنت اللي أنت اعتمدت عليها على يوتيوب في الحلقة، أنا ما نعطيكش مصادر على تيك توك. لا أعوذ بالله، ايش بدي من اليوتيوب؟ أريد مصادر الآن أمام عندنا 300 واحد يتابعونا الآن ومعنا الدكتور أبو الوليد، نريد مصادر حتى أنا ناقشك. نقول لك 300 واحد، الحلقة راهو شافها نصف مليون واحد. ما أريدهم دكتور. لحظة إذا سمحت، اليوم أنا راح أعطيك مصادر باعتبار أنا موجود في الفندق، ترى ماني شايل شيء، ولكن أعطيك شفويا المصادر وأعطيك كل شيء. أنا أريد مصادرك اللي اطلعت عليها أنت الآن مشان معانا أبو الوليد ونراجع المصادر. وين المشكلة؟ كلامي بوشي يا أبو الوليد؟ انت انا وكانه اعطيني مصدرك في التيك توك، انا ما نامنش بها من الكتب مصدر. لا يجوز يا دكتور، الله يرضى عليك يا دكتور، لا يجوز هذا البحث التاريخي. دكتور الله يرضى عليك، انت حبيبنا. البحث التاريخي اليوم احنا طلعنا حتى نناقشك في شيء نساب مع انه غير اختصاصي. انت اليوم قلت لديك مصادر تقول بانه النفس الزكي عبد الله بن النفس الزكي ما عنده الا اللي تتكلم عليه الكابولي، انه كان عنده اطفال. احنا نريد مصادرك اللي انت اطلعت عليه يا رجل، احنا مش عندنا مشكله. مصادرك وانا راني يعني نخرج من التيك توك نجبد لك، راني ما عنديش ورقه وقلم ولا عندي كمبيوتر قدامي، يعني مصادري انا درت حلقه حطيت فيها مصادري وانت قلت شفتها الحلقه، يعني جيت يا اخي انت كيف جبت اعتمدت على مصادرك دكتور؟ انت اعتمدت على مصادرك من خلال نقل ولا من خلال بحث تاريخي؟ كيفاه من خلال نقل ولا من خلال بحث؟ نقل. انت الان اذا انت حافظ المصادر معناته انت ناقل ونقل. لا مشني حافظها المصادر ولا نحفظها انا اذا هي موجوده. لا يجوز، بدك تحفظ المصادر حتى تعطي انت بحث تاريخي، مصدر تاريخي يتبع الجميع. كيف اطلب منك مصادر وما عندك مصادر الان؟ لا يعني لازم نحفظها المصادر. لا يجوز هذا يا اخي، هو بحث تاريخي، انت عملت بحث تاريخي. لو انك عملت بحث تاريخي وتفضل اخ معنا اسمه ابو يوسف من شوي قال هل تعلم انه الدكتور دومير وقت يعمل بحث تاريخي يغيب شهر او يغيب 15 يوم؟ انا من خلال غيابي 15 يوم اقدر الف لك كتاب. هل معقوله اني اؤلف كتاب ولا اعرف المصدر؟ يعني انت وكانك قاعد تقول لي لازمك تكون حافظ الحلقه تاعك حافظ. شيء طبيعي هذا. لا يا اخوي انا ماني جاي هنا نستعرض لك قدرتي على الحفظ يا اخي. مش اسمح لي يا صديقي العزيز، نقدر نخرج هكذا من تيك توك المصدر اللي اعتمدت عليه ما عندي مشكله، ابقاني معك في البث ما عندي مشكله دكتور. عادي تروح تتاكد وترجع ما عندك مشكله. وانا لا يروح دومير بتكلم معه ما يروح. لا ما يروح، سيرجع. ولكن اذا الاخ سفيان اذا كان شفت الحلقه حتى انت شفت المصادر يعني كنت قادر تقول له عليها. يا اخي لحظه، أنا ما عندي مشكلة، أنا من الدكتور دومير على راسي، ولكن أطلب منه المصادر اللي يعتمد عليها فقط. ما تقدرش تتذكر المصادر أخي. أنا شوف أنا في الفيزياء أنا شلون أتكلم شيء بدون مصدر؟ أنا اختصاص تاعي فيزياء، أنا ما نعمل بحوث وهذا يكون في العمل تاعي نذكر مصادر نقولها من الكتب وما نشفاش عليها فورسيمون، يعني ماهوش. يا أخي أنا راح أعطيه مصادر من الشيخ الألباني، أعطيه مصادر من الشيخ الألباني، أعطيه من مصادر من ابن حجر، أعطيه مصادر من ابن عباس، راح أعطيه 1000 مصدر يا رجل. الألباني معروف يصدقون انه نفس الزكي كان لم يكن عاقلا، كان كل اولاده انجبوا. سامحني سفيان، انا عندي مصادر، ولكن انا امام الجميع. الله يرضى عليك امام الجميع. تفضل. اذا كان مصدر او رجع استاذ دومير ويكلمك. تفضل دكتور. طيب وش ما رايك نعطيك مصدر واحد فقط يعني؟ تفضل. مصدر واحد اسمه نسب كتاب اسمع به ولا لا للزبير. عيد إذا سمحت. نسب قريش للزبيري. نسب قريش لمن الكتاب؟ للزبيري حفيد الزبير بن العوام.
نسب قريش زبير بن العوام، هذا المصدر صح؟ مش للزبير بن عوام، الزبير صحابي رضي الله عنه، قلت لك احد احفاده، وتحب نجيب لك اسمه؟ اريد الكتاب، اسم من كتب الكتاب يا اخي، اعطينا الكتاب. زبيري قال لك زبيري يا اخي خلي الدكتور دمير يتكلم اذا سمحت. يا اخي انت حاول تسمع انت ما يصير، خلي الدكتور دمير يتكلم يا اخي، لا اخي تقاطعني. السوري يعطينا الكلمه الله يهديك. انت يا اخي السوري، انت يا اخي السوري، لحظه دقيقه دكتور، انت مختص، طب ما تكتبوا لنا عن الرايات الحمر بالجزيره العربيه؟ ما عندكوش يعني، ما فيش عنها كتب؟ روح شوف لك خميني خليه يبرد عليك حاجه تكذب وتخرط من بث البث. تفضل دكتور دمير. لا انت تعرف كتاب نسب قريش لعبد الله الزبيري؟ احسنت، جزاك الله الف خير. هذا المصدر، هذا احد المصادر صح؟ هذا مصدر جيد جدا واعجبني. لماذا؟ طيب هذا المصدر لانه ماذا معاصر يقول؟ لجيل النفس الزكيه. ماذا يقول نسب قريش؟ عيد مره ثانيه دكتور. قلنا الكتاب اسمه نسب قريش. نعم. وصاحبه ايه عبد الله، لصاحبه عبد الله الزبير. طيب مش الزبيري نسبة إلى الزبير، الزبيري. طيب هذا أحد المصادر. نقول لك قوة هذا المصدر من وين جت؟ نعم تفضل. قوة هذا المصدر جت من أنه من الجيل الذي عاصر مكانا وزمانا جيل محمد النفس الزكي. طيب مدني الرجل من مدينة وقرشي الأصل، معناها مهاجر، باباه صحابي مهاجر مصعب بن الزبير، وهاجروا سكنوا مدينة ومن بعد عاشوا مع بعض مع هذه الأسرة أو الفرع الشريف، الفرع من آل البيت. واضح شخصية المؤلف. نعم. ماذا يقول؟ يقول عن محمد بن النفس الزكية، يقول بأنه لم يخلف ولم يترك ذرية من أبناء محمد النفس الزكية إلا عبد الله الأشتر. طبعا هذا واحد من كثيرين. دكتور إذا سمحت الصفحة، أنا الكتاب فتحته أمامي، أعطينا الصفحة إذا سمحت. يا ولدي أنت تردني لليوتيوب الحلقة ولا ما شفتهاش يا أبو يزيد؟ يا دكتور أريد الصفحة، أنا الصفحة الكتاب فاتحه قدامي الآن. هي جاوبني على سؤالي هذا، شفت الحلقة؟ يا أخي أنا شفته بس أمام الجميع حتى نكون إحنا نستفيد. يعني راك شفت الصفحة وشفت حتى تضليل السطر. يا دكتور الله يرضى عليك، أنا لا تكلمني على اليوتيوب، أنت معاي الآن أريد اسم الصفحة وأني معاك بالبث. أنا أريد رقم الصفحة بس إذا سمحت، أريد رقم الصفحة لأن الكتاب أمامي والكتاب. أبو يزيد سامحني دقيقة فقط، دقيقة. أبو يزيد دومير راه يقول لك أنا لست حاملا معي الحقيبة الكتب، قال لك إذا راجعت الحلقة حتى نتكلم. أنت ما راجعت ما في حلقة عندي مشكلة، ولا شيء. انتظر الدكتور دومير، انتظروا 10 أيام، ما عندي مشكلة. اصبر أخي، أنت في الحقيقة يعني أنت مش واجد، يعني مش مجهز نفسك، مش كاتب هكا. ايه مش واجد يعني تسأل فيه أين هي الحلقة، هو يرجع لليوتيوب. أنا واجد. شلون ماني واجد؟ أنا أطلب طلب حق، أنا تعلمتش. اخويا انا معاك اخويا ابو يزيد، ما دام طلعت معاك في اللايف انا باذن الله كلش موجود. افتح على الصفحه 54 اذا كان لقيت الكتاب تاع نسب قريش. الدكتور خالد سامحنا رانا خليناك في الانتظار ولو انه مقام كبير. ما في اي مشكله. بارك الله. لقيت صفحه 54. تفضل باعتبار اني ترى شوفوني راح يسقر من صورتك ابو الوليد اذا سمحت. شلون هذا اكتب الشاشه؟ شلون؟ دقيقه اقرا لنا برك، ما تعرض لنا الشاشه. اذا سمحت لحظه، اذا سمحت بس خلينا نشيل الفيديو. نثق في قراءتك غير شلته. هذا يا ابو الوليد. نعم معك اسمع. هاي من الشجرة الهاشمية اللي موجودة في الشام والعراق والأردن. هذا من هو؟ محمد النفس الزكية. هذا من هو؟ عبد الله الأشتر. وهذا
القاسم وهذا إسماعيل وهذولا إبراهيم والحسن. طيب هذه منين جبتها الشجرة هذه يا أخوي العزيز؟ هذا من الدار الهاشمية اللي موجودة في الأردن والعراق والشام. أنت يا دكتور دمير كيف تنكر أبو يزيد أنت قلت الصفحة، مو قلت الصفحة، روح للصفحة يا رجل بس لحظة بس. طلبت مني مصدري، أنا أعطيتك مصدري وقلت لي الكتاب أمامي وأعطيني رقم الصفحة. أنا أعطيت مصدر أقوى من مصدرك دكتور دمير إذا سمحت. أنا قاعد أسألك دكتور دمير. دكتور دمير لحظة، دكتور دمير إذا سمحت أمام الجميع الآن. هنا هذا من دار الأنساب للهاشميين في الأردن والعراق وسوريا. أعقاب بس لحظة إذا سمحتم يا أخي، بس لحظة، أنا ما لي علاقة بالأنساب، بس خليني بس أعطيكم يا أخي. هنا يعطونك عقاب محمد النفس الزكي ومن يتبعه بالدرجة. هنا محمد بس لحظة يا أخي، والله يراك وليت إنسان يعني تريد هذيك المصداقية اللي عندك والموضوعية. يا أخي ليس مصداقية، أنا تعال أناقشك نقاش من دوائر الأنساب اللي موجودة في الشام يا دكتور دمير، الله يرضى عليك. والله أنت شوف هذه يوجد بس لحظة يا دمير، بس لحظة يا دكتور، بس دكتور تاع العلويين مثلا تلقى يا أخي والله لا أروح وياك، والله لا أروح مش وياك. غريبة. يا أخي والله لا أروح وياك. هذا اسمح لي نقول جملة واحدة برك واضحة بلا ما نقطعوا بعضنا، وبعد راني معك في الاستماع. شوف إذا كان تبحث على القاسم بن محمد النفس الزكي في مصدر، عندك في مصادر 1600 و1700 و1800 موجودين في المملكة المغربية. راح أفتح يا دكتور، أنا راح أفتح يا دكتور، راح أفتح يا دكتور. خليني نكمل جملتي بقى. لحظة نكمل جملتي. تجيب أي مصدر. احنا كي نحبوا نروحوا إلى جذور القصة وأصل القضية في خلاف كما هذا، هناك من يدعي وجود القاسم وهناك من ينكره. روحوا للمؤلفات التي نشرت في عهد القاسم هذا وفي عهد محمد النفس الزكي وفي مصدر مدينته في بلاده. معناها هل تعلم يا دكتور دمير، هل تعلم يا دكتور دمير أنكرت هذا؟ دكتور دمير أنا ما انكرت حتى واحد. هل تعلم؟ راني نقلت ما انكرتش. أنا لا أنكر ولا يا دكتور دمير لحظة، هل تعلم إن أنكرت هذا الشخص أنت أنكرت أصل الأمير عبد القادر الجزائري؟ أنا ما انكرتش أنا حتى واحد وما يهمنيش أنا إذا كان نتيجة. يا دكتور دمير أنت راجع الفيديو، يا دكتور دمير راجع الفيديو تبعك، أنت أنكرت هذا الشخص. ما ودي أنا هذا ما انكرتوش أصلا. أنا أول حاجة زيادة منك يا أخي راجع الفيديو تبعك، راجع الفيديو تبعك. أنت أنكرت هذا الشخص يا أخي. يا دكتور دمير هذا عبد الله الأشتر وهذا محمد الكاظمي. أنت يا أخي بس ذهبت إلى الحسن الأعور، لم تذهب إلى إبراهيم وعبد الله. لحظة، هذا الجزء اللي عندك على اليمين عبد الله الأشتر كل أؤمن بوجوده. أنا عبد الله الأشتر وولده محمد الكابولي وذريتهم كل أؤمن بوجودهم نسبة للمصادر اللي وتنكر القاسم. يعني تنكر القاسم وإسماعيل. مش أنا اللي ننكر، المصادر القديمة هي اللي تنكر. هذا ظهر حديثا اسم هذا، وأنت الورقة اللي تقرأ منها مش أصلية، مش قديمة، مش معاصرة لزمن مش أصلية يا أخي. أنا قاعد أكلمك من الكتاب الهاشمي يا أخي، الكتاب الهاشمي الموجود في العراق والأردن والشام. هاشمي ما هاشمي، هذه مسميات تاع سياسة. كلمة هاشمي ما هاشمي. يا دكتور دمير، دكتور دمير في القرن الأول للهجرة. فهمت صديقي؟ أخي أبو يزيد مش قلت له أحسنت؟ ما تنزل يا دكتور دمير، لا تنزل. أبو يزيد مش قلت له أحسنت هذا الكتاب هو الصح؟ مش قلت له أحسنت هذا هو الكتاب هو الصح؟ لحظة دكتور، والصفحة 54. يا أخي أنت لا تسولف يا أخي قدور، بس لحظة سمعت، خلينا نتناقش مع دكتور دمير. يا دكتور دمير راح أفتح لك الكتاب، بس لحظة إذا سمحت قبل ما تنزل. ما يصير تنزل حتى تسمع كلامي. أنت تعال تناقشني ونناقش أنا إياك. صح ناقشني، اعطيني حاجه موضوعيه، حاجه ثقيله. راح اروح على كتابك. انت اعطيني من هؤلاء الذي انكرتهم انت. اولا انا ما نعاود نوضح لك باني ما انكرتش. انا طيب كيف ما انكرت؟ انا عرضت. الله ربي، انت كيف ما انكرت؟ يتكلم سفيان، خليه يتكلم، عطاك له سؤال عنده ادب الحوار. تفضل. شفت الشجره هذه اللي راهي في يدك؟ انا اول مره نشوفها يعني.
وثاني حاجه هذه راهي معاصره، يعني تخطيط معاصر، لكن عندها سند اللي دارها منين دارها، اعطيني تحت منين مكتوبه نسبه الى مصدر كذا ولا كتاب كذا. يا اخي مكتوبه بالدار الهاشميه، الدار الهاشميه في الاردن والعراق والشام وبالمغرب. الهاشميه هذه ماهيش سند عندي انا، راهم الهاشميين راهم داروا السياسه والسياسه خلطت المواضيع. احنا نحوسوا يا اخي معتمدين على 67 مصدر نسبي يا رجل. كيف دكتور كيف تقولي مش مصدر؟ اعطيني منهم مصدر واحد معتمدين عليه هؤلاء مثلا. اعطيك 1000 مصدر ليس بمصدر واحد، ولكن انت تناقشني يا اخي. راح اعطيك احنا النقاش كيف دكتور يكون البحث التاريخي. قلت لي انت منذ ساعه بانه لازم تكون حافظ. يا دكتور اعطيني مصدر واحد. والله العظيم نعطيك البحث التاريخي. كيف احنا بدنا نعالج المشكله. الطبيب شلون الطبيب يساوي حتى بس لحظه يا دكتور، انت اعلم مني في الطب. اليوم احنا لو عندنا مشكله في الكليه يجب ان نذهب الى الكليه وبعدين نشوف الشيء اللي وصل الكليه لهالشيء هذا المرض. انت اعطيني من الذي انكرتهم من هؤلاء من ابناء محمد النفس الزكيه كي نذهب الى كتابك. تفضل. تقدر تفتح كتاب نسب قريش وتشوفوا من انكر. خليك مني انا، افتح نسب قريش كتب في عصر انت عبد الله الاشرف، افتح وهو قول له هو من ينكر. خليك مني انا، افتح لنا الكتاب من فضلك. طيب واذا رحت لك على الكتاب نفسه انه في 3 مصادر تؤكد الشجره هاي امام الجميع. اعطيني يا اخويا واحد قلت لك كتب في عهد محمد النفس الزكيه وروح راني معك. افتح لي اي كتاب كتب في وقت خليك معي خلينا سكرك كامله واروح لك على الكتاب. انا شايف هاي حتى نذهب الى الكتاب. وش الكتاب اللي قلت لي عليه؟ نسب قريش. نسب قريش لمحمد. يتكلمون عن محمد بن نفس الزكي، ما عندي مشكله. 100 اهلا وسهلا بالدكتور. زعما انت متعود نشوفك علمي، يعني شغل موضوعي وكانك وليت يعني موضوعي. تريدني اقول لك محمد السادس من الجرمان حتى اكون غير موضوعي. نحكوا على خلينا من المعاصرين كليا، على الاصل. فاهم؟ تجاهل الاجيال الحاضره. احكي لي على القرن الاول. لا يجوز ان تقول لي جاهل يا دكتور دومير، الله يرضى عليك. انت اسولفك منهج علمي. تجاهل الاجيال المعاصره. ابحث عن الاصل. القرن الاول والثاني من الاشراف، من العلويين الصحاح. يعني خلينا من كل الهاشميين المحاليين باه ما نسيسوش القضيه. نحكوا في اللب في القرن الاول والثاني ونتوقف عنه. كتاب نسب قريش محمد بن نفس الزكيه. لقيت كتاب نسب قريش؟ نعم. الصفحه 55 صح؟ 54. تقدر تعرض لنا الصفحه؟ بس خليني افتح الدكتور اذا سمحت. وتحب قبل ما تعرض الصفحه روح لوحدك اقرا من هو المؤلف، المكان والزمان، شوفوا هل هو من القرن الاول والثاني ولا لا، وشوف هل هو مهاجر الى المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد سكن مع الجيل الاول، وكتب كتاب سماه نسب قريش، معناها في الموضوع في لب الموضوع. ونسب قريش تطرق فيه الى محمد النفس الزكيه وذكر اولاده، ومن بعد ما جات كل واحد يكتب لك في مصر، واحد يكتب لك في الاندلس، واحد يكتب لك في المغرب، واحد يكتب لك في هذا اولى بالقراءه. يعني انا خليته انا في الحلقه تاعي اخر كتاب وقلت هذا لم بطابل او المصدر الاكثر موثوقيه لانه قريب زمانا ومكانا، بل انه عنده علاقه بامام مالك بن انس، يعني هو تلميذ مالك بن انس هذا المؤلف، وهو مالك بن انس هو صديق محمد النفس الزكيه وجاره. معناها رانا نحكوا على شخص كي يكتب على عائله
بعده ما تزيدش تبحث مباشرة. يلا تفضلوا. احنا ان شاء الله المصداقية تكون دائما عنواننا. عبد الله الزبيري صح المؤلف، مشان ما تقول لي غيرت او شيء. هنا من هو؟ العثور من مصعب الزبيري صح؟ هذا يتكلمون على هذا يتكلمون على من؟ يتكلمون على من؟ هذا ما هوش الكتاب اللي قلت لك عليه يا صديقي يا اخي. تأليف محمد الزبيري كتبت انت. هيانو يا اخي هيانو. هيا نتكلم على محمد بن نفس الزكية أشرف الخالقين. الكتاب كامل يتكلم. شو اسمه انت اللي قلت لي عليه المؤلف؟ يا اخي حتى تكون بس لحظة يا اخي اذا سمحت. منين اجيب لك كتاب؟ هذا الكتاب اللي تكلمت عليه انت. هذا كتاب اسمه هذا شو اسمه؟ المؤرخ محمد بس لحظة المتوفي عام 1141. لحظة هذا كتاب نسب قريش يا اخي. والله نسب قريش. هذه صفحة 54 يا اخي. راح اجيب لك على الصفحة 51 يا رجل. 54. انت تريد المقدمة. احنا بالموضوع في اللغة العربية عندنا مقدمة والصلب وخاتمة. انت تريد الصلب صح؟ صلب الموضوع. طيب هذا ما هوش كتاب نسب قريش هذا. يا دكتور ليش ما تخلينا تقاطعوني يا دكتور؟ هنا يتكلمون على محمد بن نفس الزكي واولاده يا اخي. يا ولدي انت في واد وانا في واد. اسمح لي خويا ابو يزيد، تحياتي لك. عاود ارجع شوف حلقتي وانت. يا اخي كيف تحياتي لك؟ وين رايح يا دكتور؟ لا خويا انت عرضت لنا شجره معاصره مرسومه وقلت يا اخي يا دكتور جبت رحت على الكتاب اللي طلبته انت يا دكتور. طلبت منك كتاب نسب قريش وكانك مش قعدت مشوار تبحث. يا اخي هيا انا اقسم بالله العظيم نفس ما كتبت لي اياه اللي طلبت لي اياه. حتى المؤلف هذا منه المؤلف. اسمع هذا المؤلف. اسمع هذا المؤلف. معليش في اخر البث يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور كامله يا دكتور. ولا كان عندك اي اعتراض خويا العزيز عاود انشر ولا عاود قول ولا انت اي ولا يا دكتور اسمح لي برك. انت ولا اي واحد عنده اعتراض على الحلقه ماذا بينا انشر نتائجك يا دكتور. يا دكتور ترى انت نزلت الحلقه دكتور. انا ما نزلتك. انا ما نزلتك. خاب ظن 836 واحد في ابو يزيد. دكتور ما نزلتك يا دكتور ترى. ما نزلتك يا جماعه الخير. انا بالفندق عليت صوتي. من هو الكاتب؟ هو ايش طلب الدكتور؟ مشان اشوف اقرا بالتليفون واحد والطرف واحد. ابو يزيد الكتاب الامام الزكي يسمع اولاده. بس لحظه حتى اكون ربما هذا هو الكتاب. انا الكتاب اللي فاتوره قدامي. بس لحظه يا غدور. بس لحظه اذا سمحت. هنا يتكلم على محمد النفس الزكيه. من هو الكاتبه؟ هنا ايش كتب؟ يعني المصعب بن عبد الله الزبيري. هذا اللي يطلبه الدكتور دومير. فهمت علي؟ وهنا يتكلم على محمد بن النفس الزكية وأولاده. نجد أن محمد بن النفس الزكية نفس الشجرة اللي عرفتها أنا. طيب منين أجيب لك يا دكتور؟ أنا تقول لي دكتور تجيب لي. طيب منين أجيب لك؟ قول لي أنت أنا كنت إنسان موضوعي. يعني إنسان موضوعي. بدي أقول لك محمد السادس جرماني حتى أكون إنسان موضوعي. لا أنت تعطيك من الكتب. الفكرة لا ما تروحش بعيد. لا حاشا أبو يزيد نسب الإمام محمد بن نفس الزكي وأولاده. بس عندك مصداقية موضوعية. قرأنا الصفحة نسمعوها كاع. لا دقيقة أبو يزيد مش تعلمنا منك أنت في الإنترنت مكتبة النور، مكتبة الأنوار والمكتبة الشاملة. ولكن هاي هي نفسها. لا أخي لا أدخل قدام الناس مكتبة الأنوار اكتب. ادخل يا أخي ادخل قدام مكتبة الأنوار. ادخل. أيوة ترى لا بدخل. العارف بالله. اسمع العلامة العارف بالله القاضي. أنت عارف كل شيء وماكش حاب. أسألكم بالله أنا إذا كذب الشخص هذا ومن كتبه والله أنت عارف كل شيء ولا تحب تدخل. أقسم بالله العلي العظيم لا أتكلم إلا الحق. ادخل مكتبة الأنوار قدام الناس بينا. يلا ادخل اكتب. تفضل روح. طيب أنا أسمع فيك. عم يسمعوا فيك. راح أروح معاكم. روح معايا أروح. تفضل. ادخل مكتبة الأنوار. مكتبة الأنوار. راح أروح وياكم أجيب لكم حتى مكاتب تركية. تقرأ ماشي تاع عبد الله الزبيري أخي. نشت اسمك ماشي بالكاف. ماشي نفس الكتاب اللي فتحوا. ماشي نفس الكتاب. دومير لازم تكون يعني الكتاب شلون تريدون الكتابة؟ ادخل مكتبة الأنوار واكتب نسبه
قريش. متعودين معك الصدق بصح هذا بديت شويه اخويا ابو يزيد والله ما ظننتك هربا. اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه الخير. دقيقه راح اكتب يا اخي، راح اكتب يا جماعه الخير. راح اكتب يا ابو يزيد. شو تريدوني اكتب يا اخي؟ شو تريدوني مكتبة الانوار. اكتب مكتبة الانوار وادخل الكتاب مثل ما عودتنا، مثل ما علمتنا. مكتبة الانوار. هاي ادخل. نسب قريش. والله بدا عندك نفس اسلوب اسعد الشرعي، سبحان الله، ولا عندك نفس الاسلوب، تقاطع تتكلم. يا اخي انا شو معرفني باسعد الشرعي يا رجل؟ تحملوا لي على اسعد الشرعي. كان معك دومي ما خليتوش حتى يتكلم، تقاطع وتمدك. انا بالعكس الدكتور دمير ظل على راسي يا رجل. ايش تسولفوا؟ الدكتور دمير على راسي. تكلم اخي وتكذب فيه ماشي اسم وهذا وهذا. مو عيب انا كذب الدكتور دمير؟ لا اذا سمحت يعني لا كل شيء الدكتور دمير. لا انا ما كذب. هذا فقط تبادل معلومات. الصفحه 55. الصفحة 55 لا 54 الصفحة 54 بحث. وين الرقم؟ خمسين 54 وهاي بحث. المشكلة إنه الصفحة 54 ما طلع عندي. رئيسي وزير الصنع. دقيقة يا أخي ادخل للكتاب. تدخل بس تطول بالك يا جماعة الخير. طولوا بالكم ما أنا رايح أنا وياكم. ما عرفتك هربا يا أبا يزيد. بالعكس انا اتهرب يا زلمه والله. انا اهرب قاره افريقيا كلهم مهروب. ايش تعال تسولف؟ لا باسلوبك تهرب اينشتاين. هذا اسلوب موش اسلوب تاع واحد يتكلم بطريقه موضوعيه. اخي تهضر من تكلم منه جيب شجره رسمتها بيديك. قال لك اعطيني مصدر، قلت له كاين 67 جاب له شجره من جوجل. ولا ذكرت مصدر واحد ولا اللي يكتب هذيك. منو قال له كاتب شجره؟ جبت شجره من جوجل. انت اللي قلت لي. قلت له عندي 67 مصدر. قال لك ذكر لي واحد منهم ما ذكرته. دقيقه راح اجيب لك. بدي عادي انا ابلش اتكلم اقسي بالكلام اذا سمحت. الاسلوب اللي تتعامل به خويا راه يميتريزي اسعد الشرعي يتقنه اتقانا تاما. هذا اسلوب معروف. ايش بدي من اسعد الشرعي يعني؟ ايه انا نقول لك هذا اسلوب اللي تستعمل فيه دوك. انت راك تمشي بطريقته على طريق اسعد الشرعي. الانسان حط عندي ايدك ويخلي الاخر يتكلم. وقال لك طرف افتح الكتاب ما كنتش حتى في نفس الكتاب وتقول له راني في نفس الكتاب. لا مشاكل. طيب جزائري طيب سؤال بسألكم، انتم لما تقدحون بنسب محمد السادس وش تستفيدون؟ انا ما نقدح بنسب. وش الفائدة؟ اعطوني. هما كانوا عاطين راسهم شرعيه باسم امير المؤمنين. هذا اخر عمل بحث لقاه ماشي صحيح. ماشي مشكله هذا. دكتور خالد دخيل هما قذفوا في تاريخنا، قذفوا في انسابنا، قالوا اشياء مروعه علينا. راك تهضر لي على المغاربه. دكتور خالد يا ابو الوليد قادر بالخيانه. ابو الوليد قبل ما يبلش ابو الوليد اسمع مصادري. تحياتي لدكتور دمير. انا مصادري يا اخي من عمق البيت الهاشمي، من عبد الله بن الحسن هنا يتكلم. فهمت علي؟ هذا بال 763. اسمع مصادري. لا تقاطعني انا اقول لك هذه. اسمع عندي مصادر من الاصفهاني. هاي المصادر عندي 1000 مصدر انه كلام مع احترامي للدكتور دمير غير صحيح. قررنا باش نشوفوا هاي كل مصادري. هاي كل مصادري. قررنا باللي ما كاش. يا اخي شو اقرا لك 1000 مصدر. عندي 1000 مصدر يتكلمون على انه محمد. اقرا لي المحتوى تاعو اقراه لي ما فيهاش مشكله. يلا تفضل ما عندي مشكله. اقرا لك المحتوى كامل على محمد بن النفس الزكيه وعن ابنائه اللي اعطيتك اياهم بالشجره كامله. تفضل. تريدني من اي مصدر تريدني؟ القاسم اذا ما اقطعش النسب تاعو هو ينسب روحه من القاسم محمد السادس. شوف على القاسم. هذا هو في البحث تاع. يلا تبشر